شوفي تشوف ذا الوصفة وحطي ذاك التليفون على جهة ونوضي ديريها. نوضو تشيرات نوضو بركة وما تفنيين تاعكم غير تفرجوا ما طبقتوا. هاني جبت لكم هذا الكروكي ساهل ماهل يجي هايل هايل. نصلوا ونسلموا على نبينا محمد الامين ونبداو في الوصفة تاعنا. شافيها البنات نحطوا فيها 4 حبات بيض كيما راكم تشوفون. نفقس دوك البيض في البول تاعي هنايا نديرو 4 والبياض بيضة. سما ديرو 5 حبات بيض على جهة. خلو ذاك الصفار بان نزوقو به من الفوق. نزوقو به هذاك الكروكي تاعنا. نزيدو كاس سكر تاع ام وليد. الرشة تاع الملح اللي ما ننساوهش كاع في الحلويات تاعنا. ونضربو بالباتور حتى يبيض لنا الخليط. نبقاو نضربو حتى نصيبوه بياض. معناتها السكر راه ذاب هكا. البنات ما تقلقوش غير بشويه وتجيبو كاس زيت معمر مليح. ديريه غير بشويه على دفعات غير بشويه حتى تكملي داك الكاس تاع الزيت تاعك. شفتو اسهل من هذا الوصفه ما كاش. وصفه سهله وجديها للقهوه تاع الصباح ولا للقهوه تاع العصر. فرحي بها داركم وليداتك مالك. هيا دروك نجيبو ذيك لافاني. انا درت هنا لافاني ذيك السائله تجي شابه وريحتها تفحفح من بعيد. لما عندكش معليش ديري لافاني تاع الغبره تاع الميزان ثاني مليحه. وما تنساوش البنات الزاز تاع القارص قشور الليمون الموت عليهم انا في الحلوى تاعي. وجبت الفارينه هنا درت على بعضهم 3 كيسان وزوج أكياس خميرة كيميائية. فرغي كل شيء وراحين نخلطو غير بيدينا. نستغناو على الفوي على الباتور صاي. دروك هنا تجي مرحلة الأيادي. خدمي بيدك وشمري على دراحتك. هيا زدت هنا الكاس الرابع. كيما راكم تشوفوا العجينة تاعنا ما نيبسوهاش بزاف. الكاس الخامس ما كملتوش درتو خليتو حدا شوية منه. خلوا عجينتكم طرية باش يجيكم هذا الكروكي يجيكم شباب وطري. تقولي ماشي بالزيت. هيا لميت العجينة تاعي مع ديك الخميرة. قلنا 2 ساشيات لا ليفور شيميك. خلطي لمي عجينتك وديري شوية زيت في يدك وقسميها هكا كيما راكي تشوفي على 3 حرابش. نجيبو سنيوتنا ندهنوها باش نحطو في هذا الحرابش تاع الكروكي. نحطو هنايا 3 حرابش كيما راكي تشوفي طاتنا هذا الكمية. وهذاك الصفار تاع البيض اللي درناه بجهة نزيدولو وحده شوية تاع قهوة. نزيدولو شوية لافاني باش تروح ريحة هذيك ريحة البيض الصفارة تاع البيض. وندهنو هذا الحرابش تاع بعد ما هبطوهم شويه كيما راكم تشوفوا. لا تبغوا الكروكي يجيكم عالي بزاف هبطوهم غير شويه. انا هبطتهم خليتهم تقريبا 1 وشويه سنتيمتر. ما يجوش هابطين ما يجوش طالعين. ونجيبو قلت لكم صفار البيض ندهنوا به كاع من الفوق هذا الحرابش. كما نعرفوا التزيين تاع الكروكي دائما التزيين المعتاد بالفرشيطه. جيبي فرشيطه وبداي زيني من الفوق ديري خطوط. يعني التزيين المعتاد اللي نعرفوه كامل تاع الكروكي البنات. هنايا بقيت ندهن ونعاود ندهن باش يجوني محمرين. وجبت الفرشيطه ودرت هكا خطوط ديري كيما تبغي افقي عمودي المهم سطري وصاي باش تعطيك داك الشكل. ومن بعد ديري شويه. انا عندي هنا شويه كاوكاو زينت به من الفوق. تبغي كاوكاو تبغي جلجلال كل وحده وش تبغي واللي عندك بالحاضر. ولا خليه كيما يعني ما ديري له والو تقدري تخليه كيما راه الشيكو ولا التزيين اللي يعجبك ديريه. هذه هي. وندخلوا للكوشه على 180 درجه نطيبوهم لتحت. انا طيبته في فرن السعاده. نطيبو في الرف الوسطاني نقص لها كاع في التالي نخليها واحد 170 180 كي نشوف طابت لي هكا من تحت الحلوى تاعي. نشعل من الفوق يا ربي ما 7 دقائق 8 دقائق نصيبها ولات في الدوغي هكا. خرجتها
خليتها عاد هنا طابت مليح، طابت لي في الوسط. دائما طيب لي البلايص الوسطانيين اكثر. قطعيها ما تخليهاش حتى تبرد، قطعي الكروكي تاعك كيما راك تشوفي هكا خطوط مائلة، يجوك الحبات هكا مايلين. وقلت لك قبل ما يبرد كون تخليه يبرد او يتفتت لك كاع. هنايا راح باش نزيد نرجعو للكوشه يتحمر باش يولي صح كروكي، يولي مقرمش. اللي ما تبغيش مقرمش بزاف ما ترجعوش. انا قطحتو ومن بعد حطيته على الجوانب هذوك اللي منا باش يتحمر لي. ماشي شرط يتحمر ولا هكا شويه دوغي باش يطيب اكثر واكثر كيما راكم تشوفوا البنات. قطحتهم كامل ودخلته للكوشه، طيبته على هذه الجهه وزدت فان قلبته من الجهه الاخرى وخرجته وحطيته في صحن التقديم. واني جيت وشاركت معاكم البنات. ما تنساوناش الجيم والبارطاج وعطونا كومونتير شباب. حاوجي كاع ما تكومونتوش نتوما على كومونتيرات، لك تشوفوا الوصفه تفوتوا مرور الكرام قولوا لنا جاكم شباب يا درا عجبكم شا خاص نزيدوا شا نقصوا.